السلام عليكم. معكم قناة درينك فروت. هقدم لكم النهاردة طريقة عمل حلوى الشوكولاتة بالفول السوداني. لو بتشوفوني لأول مرة، لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. حلوى الشوكولاتة ديت حلوى جميلة وسهلة، وحاجة بتتعمل في البيت مضمونة للولاد. بتتكون من بولة فول سوداني متحمص من غير ملح، وبولتين شوكولاتة خام او شوكولاتة مطبخ زي ما تحبي يعني. الشوكولاتة الخام بنسيحها على حمام مية، وبنحط لها قطعة زبدة بعد ما تسيح، ونحاول نقلبها كويس. وممكن نحط الفول السوداني في وردات الكب كيك او على ورقة زبدة ونلخبط كله على بعض ونحطها بالمعلقة على ورقة الزبدة عادي. انا حطيتها في ورق الوردات الكب كيك ونزلت عليها الشوكولاتة السايحة. طبعا حطيت السوداني، يعني بحاول اخليه متساوي مع بعضه بحيث ان كله يبقى قد بعضه، الوردات كلها تطلع قد بعضها وتبقى شكلها في الاخر شكل جمالي يعني جميل. الوردات ديت بنحطها حوالي ساعتين 3 في التلاجة بعد ما تخلص تجمد، وبنقلبها وبنشوف شكلها بعد ما تتقلب جميلة وطعمها بقى اجمل. انا عايزاكم تجربوا الحلوى ديت. ممكن تعملوها على فكرة بأي نوع من المكسرات، مش لازم الفول السوداني، بس أنا جبت الفول السوداني على أساس إن حاجة رخيصة يعني. وبعدين هو طعمها حلو في الفول السوداني صراحة، يعني طعمها جميل. هو الفول باين اهوت السوداني فيها، وطعمها حلو أوي 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 بصراحة. وألف هنا وشفا للي يعمل وياكل، وانتظروني إن شاء الله في فيديو جديد مع حاجة جديدة بإذن الله.